بقول لكم ايه، حد ينزل يجيب الفطار، انا كل مره بنزل اجيبه. واحمد ما ينزلش يجيبه ليه؟ انا اصلا ما طلبتش حاجه. مش كفايه ان اعمل لكم واسطه والاكل بيجي في ربع ساعه؟ عايزين ايه تاني؟ بعدين مش البت ايه دي المفروض انها اترقت؟ مش المفروض تعزمنا ولا ايه؟ انا مش هنزل اجيب حاجه، انا شايله شغل المكتب كله طول الاسبوع. بعدين يا ايه صاحبي، ما انت اترقيتي، انزلي انت. انا اترقيت؟ ترقيت ايدي. هو اصلا بيتحداني، عامل لي مكيده، بيزود التاسكس اللي عليا عشان عارف ان انا مش هعرف اخلصها. تعالى نتخيل انك بدأت شغل جديد وعندك واحد زميلك حريقة شغل بيرفكشنست، ما بيضيعش حاجة، يخلص كل حاجة على الشعر. عيبه الوحيد بس انه بيخلص القهوة بتاعة المكتب كلها في اول اسبوع. تاني واحد شاكين انه بيحب كرسي المكتب اكتر حاجة في حياته، كل المطاعم الدليفري اللي حواليكوا حافظين طلبه بالملي. اما تالت واحد بقى، لو عرفت انه اترقى هتقعد 3 ايام تقنع فيه انه اترقى بجد مش جبر خواطر. مهما عمل حاسس ان هو مش كفايه، تقعد تقنع فيه انه فعلا شاطر ومش اي كلام ولا اترقى شفقه ولا حاجه. التلاتة دول رغم انهم مختلفين قوي الا انهم هما التلاتة بيعانوا من الورك بيرن اوت. طب يعني ايه ورك بيرن اوت او احتراق وظيفي؟ ده اللي هنعرفه النهارده في حلقتنا من برنامج على الكنبه. افرض يا باشا، افرض مش عارف شكلي هينام ولا ايه. افرض يا باشا. الاحتراق الوظيفي هو ببساطة لما الشخص يكون مرهق جدا، مش قادر يدي، مش قادر يبذل مجهود، مش قادر يحس بتعبه ولا يقدر يدي شغله زي ما كان بيقدر قبل كده. وده مش بس بيأثر على الإنتاجية بشكل عام، لكن كمان بيأثر على ثقته بنفسه. هو مش بس مجرد تعب جسدي، لا هو كمان حالة نفسية ممكن الشخص بسببها يبدأ يدخل في قلق، وكمان ممكن الموضوع يوصل لاكتئاب. وده بيزيد في الأشغال الروتينية أو الأشغال اللي محتاجة شوية التزام كبير، زي المدرسين والكاستمر سيرفيس والدكاتره، وكمان الناس اللي بتشتغل ريموتلي، لانهم بيبقوا مش حاسين ان معاهم تيم تاني ممكن يبقى بيساعدهم لما يواجهوا مشاكل. طب هو البيرن اوت ده ليه انواع؟ في الحقيقه انه ليه انواع كتيره، بس الانواع الاساسيه اللي هنتكلم عنها النهارده هي اللي تناولها الباحثين ماسكالا وليتر، وهما 3 انواع اساسيه. اول نوع هو الارهاق العاطفي emotional exhaustion، وهو ببساطه ان الشخص بيحس ان هو فاضي خالص من جوه، تعبان عاطفيا لدرجة ان هو مش قادر يدي في الشغل ولا قادر حتى يتعامل مع الناس اللي حواليه بشكل صحيح ومناسب. فانت مطلوب منك مش بس تعمل ده، لكن كمان تعمله بابتسامة وبشكل لطيف حتى وانت مش قادر تبقى لطيف مع نفسك. تاني نوع هو التبلد الشخصي او الديبرسوناليزيشن. النوع ده انت فيه بتبقى كأنك آلة بتشتغل وبس من غير اي مشاعر، مش قادر تحس باللي حواليك ولا قادر تحس بنفسك، بتبقى حرفيا بتشتغل وبس. كل اللي فارق لك الشغل، عايز تاسكس زيادة علشان أبقى أشطر، أبقى باين أكتر، عايز ألحق الترقية قبل ما صاحبي ياخدها، لحد ما بتقف كده وبتسأل نفسك هو إيه اللي أنا بعمله ده؟ هو أنا بجد ده اللي بحبه؟ ده اللي بيبسطني؟ طب هو أنا أصلا بحب شغلي؟ وتبدأ تخش في لوب ودوامة من الأسئلة والتشكيك في كل حاجة حواليك. تالت نوع هو فقدان الكفاءة الشخصية decreased personal accomplishment. يعني ايه فقدان الكفاءة الشخصية؟ ده بيحصل لما تبقى مش قادر تدي، رغم ان انت في العادي ممكن تبقى شخص متعود يدي ويحقق انجازات كبيرة جدا، بس بتوصل في لحظة انك خلاص ما بقتش قادر تدي زي الاول. الشخص اللي بيعدي بالموضوع ده ممكن يوصل معاه لانه مش قادر ينام ولا يركز كويس من كتر القلق والضغط اللي هو فيه، وده ممكن يرجعنا لمتلازمة المحتال. يعني ايه متلازمة المحتال؟ معناها انك تبقى بتنجز حاجات فعلا وبتعمل حاجات كويسة جدا، بس كل الناس قادرة تشوفها ما عدا انت، فتبدأ تحبط، وكل ما تعمل إنجاز أنت بتقلل منه ومش قادر تشوفه ولا تدي لنفسك أي حق. وفي أسباب تانية وعوامل كتيرة زي إن أنت ما تبقى متراكم عليك حاجات كتيرة جدا، فمن كتر ده مضغوط مش قادر تنجز أي حاجة منها. كمان ممكن تبقى وظيفتك مش متحددة بالظبط، فأنت عليك حاجات كتيرة قوي مش عارف بالظبط أنت مهمتك فين، فده بيخليك متشتت ومش قادر تبقى بتنجز، وتحس ان انت مهما عملت برضو وراك حاجات كتيرة لانه وظيفتك مش واضحة كويس. وكمان عدم التقدير من مديرك او الفريق اللي حواليك اللي بيشتغلوا معاك
ممكن جدا يحبطك، ومش بس الناس اللي حواليك، لا ده ممكن انت نفسك تبقى مش قادر تقدر انجازاتك كويس، وده بيخليك تخاف تطلب مساعدة من اللي حواليك. السبب الاخير انك تبقى في بيئة عمل كلها شكوى، ليل نهار الناس حواليك، طب ليه بيحصل كده؟ وده بيرجع بينا لظاهرة الميرورينج او الانعكاس، ودي ظاهرة نفسية بتشرح انه الناس بيقلدوا سلوكيات بعض بشكل غير واعي. بيئة العمل ده بيظهر لما الشخص يتبنى سلوكيات زملائه، وده يبدأ يظهر في سلوكياته وتعامله معاهم بعد كده. نهاية حابين نقول إن الاحتراق الوظيفي تأثيراته مش سهلة زي ما كل الناس فاكرة، والموضوع مش بيقف عند أنا هسيب الشركة أو هغير الشغل. الحقيقة إن الريكفري من الاحتراق الوظيفي ممكن ياخد من 6 شهور لسنة كاملة، فما ينفعش ابدا تستهتر او تفضل في بيئه بتضغطك. في الحقيقه ان انت لو بتمر بالاحتراق الوظيفي فانت محتاج ترجع تاني تواظب على الحاجات اللي كانت بتبسطك، ايا كان بقى، رياضه، رسم، انك تقضي وقت مع صحابك. المهم ان انت تعرف تخرج نفسك من الحاله دي، وتكون عارف انه ده الطبيعي، كلنا بنمر بحاجات صعبه، ومفيش اي شغل في الدنيا ما فيهوش مشاكل، بس الحلو انك تقدر تعرف بالظبط انت قدرتك تستحمل ايه، وتعرف ازاي تخرج نفسك من ده، وتلاقي حاجات تبسطك بعد ضغط الشغل ده كله. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا الحلقه الجايه من برنامج على الكنبه.